بيبدأ الفيلم مايا صاحبة المدرسة الداخلية لما بتجيلها أزمة القلب، وساعتها واحد من الطلبة بيشوفها من شباك أوضته فبيجري ناحية سكن المدرسين، فبتشوفه المدرسة نيكول وبتسأله أنت رايح فين؟ فبيقول لها إنه شاف مدرسته مايا من شباك أوضته وهي بتفقد الوعي. فبتروح نيكول لأوضة مايا وجوزها جاي، وساعتها بتشوف مايا وهي واقعة على الأرض، فبتديلها الدواء بتاعها وبتطلب من جاي إنه يتصل بالإسعاف، وبيكون واضح على جاي إنه مش مهتم باللي حصل لمراته. وتاني يوم بنشوف جاي وهو بيصور فيديو الدعاية للمدرسة الداخلية اللي كانت ملك مراته وكتبتها باسمه. وبعد ما نيكول بتخلص حصتها بتروح مايا تتكلم معاها عن اللي حصل الليلة اللي فاتت، ولما مايا بتسألها لابسة نضارة شمس في الفصل ليه، بتقول لها نيكول إن جاي ضربها امبارح. والغريب في الموضوع إن مايا بتكون عارفة إن جوزها على علاقة بنيكول، والموضوع ما بيبقاش مضايقها بالرغم من إن نيكول هي صديقتها المقربة. وفي وقت الغدا الأكل ما بيبقاش عاجب الولاد، وجاي والمدرسين بما فيهم مايا ونيكول بيكونوا في المطعم مع الولاد، وساعتها مايا بتطلب من جاي إنه يغير مية حمام السباحة علشان الولاد، لكنه بيرفض. ولما بتطلب منه إنه يغير الطباخ لأن الأكل مش عاجب الولاد برضه بيرفض، وبيقول لها إن الطباخ اللي عندهم بياخد مرتب قليل وبيطبخ أكل اقتصادي، وبيجبرها إنها تاكل، فبتاكل وهي بتعيط. ولما بتحاول تقوم بيكلمها بحدة وبيقول لها ما تقوميش من مكانك غير لما تخلصي طبقك كله. ولما نيكول بتقول لجاي بطل اللي انت بتعمله مع مراتك ده، بيقول لها مالكيش دعوة. فبتاخد نيكول الملح وبتفضيه على أكل مايا، وبتقول لجاي إن الملح كله وقع على الأكل بالغلط. فبتقوم مايا تجري وبتسيبهم. وتاني يوم مايا ونيكول بيروحوا لشقة نيكول في مقاطعة بيتسبرج، وبيتعمدوا إن صاحبة البيت تشوفهم، وبتفضل نيكول تتكلم معاها. وفي نفس الوقت مايا بتتصل بجاي وبتقوله إنها في شقة نيكول، وبتعرفه إنها هتكلم محامية علشان إجراءات الطلاق، وبتقوله إن المحامية قالت لها إنها هتقدر تتطلق منه وفي نفس الوقت هتحتفظ بالمدرسة، وبتقوله إن الكلام مش هينفع في التليفون. فبيتفق معاها إنه يجيلها بكرة بالليل الساعة 8 علشان يتكلموا في التفاصيل. وتاني يوم قبل وصول جاي بتفضي نيكول حبوب مهدئة جوه إزازة العصير اللي مايا هتقدمها له، ووقتها مايا بتقول لها أنا مترددة ومش عايزة أنفذ الخطة اللي اتفقنا عليها. فبتقول لها نيكول مفيش قدامك حل تاني. فبتقول لها مايا إنها ممكن تسيب له المدرسة علشان يسيبها في حالها ويبطل يضربها ويأذيها. فنيكول بتقول لها إنها لو عملت كده هيبيع المدرسة وهتقضي لباقي من حياتها وهي بتضرب منه. وبتسألها إزاي أنت عارفة إنه بيجبرني إني أكون معاه في علاقة ومش متضايقة منه. فبتقول لها مايا إنها ما بتحبوش علشان كده الموضوع مش فارق معاها. وقبل ما جاي يوصل بتقول نيكول لمايا إنها هتروح للجيران علشان تشغلهم في الوقت اللي هتنفذ فيه الخطة اللي اتفقوا عليها، وبتسيبها وبتخرج. ولما جاي بيوصل مايا بتقدم له العصير وبتقول له إن المحامية قالت لها إنهم لو اتطلقوا هتقدر تاخد المدرسة لأنها ورثتها قبل ما تتجوزوا. فبيقول لها جاي إنها ما تقدرش تاخد المدرسة لأنها خلاص كتبتها باسمه، وبيكلمها بحدة وبيقول لها إنها ما تقدرش تعيش من غيره وإنه مش هيطلقها. ولما بيحاول يضربها بتقدر إنها تتخلص منه، وده لأن المهدئ اللي في العصير بيكون مفعول وابتدى يأثر عليه. وساعتها مايا بتطلب منه إنهم يتكلموا بهدوء، وبتقدم له كوباية عصير تانية. فبياخد منها الكوباية، وقبل ما يخلصها بيكتشف إنها حطت له حاجة في العصير، وبيسألها أنت عملتي فيا إيه؟ وبيهاجمها مرة تانية فبتقدر تتخلص منه، وساعتها بيقول لها بحبك وبيقع على الأرض. وفي اللحظة دي الجيران بيسمعوا الصوت، فنيكول بتعلي صوت التلفزيون وبتسيبهم وبترجع شقتها، وهي ومايا بيجروا جاي ناحية الحمام وبيملوا البانيو مية وبيشيلوه بيرموه جوه البانيو. وساعتها جاي بيفتح عينه فهما الاتنين بيغرقوه وبيفضل يقاوم. فنيكول بتتعصب على مايا وبتقول لها هاتي قارورة المية. فبتروح مايا تجيب القارورة وبتديها لنيكول اللي بتحطها على جسم جاي، ووقتها بيبقى باين انه خلاص غرق. وبتغطي نيكول البانيو بستارة الحمام. وتاني يوم لما بيشيلوا الستارة من على البانيو بتكون عين جاي اتحولت للون الأبيض، وبيكون باين إنه اتحرك مرة تانية بعد ما سابوه، لكنه ما قدرش يخرج من البانيو بسبب القارورة التقيلة اللي على جسمه. وبيجيبوا صندوق كبير وبيحطوا فيه جثة جاي، وبيجروا هما الاتنين الصندوق بره البيت. وساعتها جارتهم بتشوفهم فبتطلب من جوزها إنه يساعدهم، فبيشيل معاهم الصندوق وبيحطه في شنطة العربية. ولما بيسأل نيكول هو الصندوق ده فيه إيه،
بتقوله إن في كتب، وبيركبوا هما الاتنين العربية وبيتحركوا بيها، وبيقفوا بالعربية بتاعتهم ورا عربية جاي اللي بيكون راكنها قريب من بيت نيكول، وبينقلوا الصندوق لعربية جاي، وبتركب نيكول العربية وبتطلع بيها، ومايا بتطلع بعربيتها وراها، وبيمشوا بالعربيتين ورا بعض. وفي نفس اليوم بالليل الدنيا بتمطر، وبتعمل نيكول حادثة بسيطة بالعربية علشان تثبت إن عربية جاي كانت موجودة على الطريق السريع بعد اختفائه علشان يضللوا البوليس. وبتوصل مايا ونيكول للمدرسة، وبيستنوا لما العامل يبعد عن حمام السباحة القديم، وبيفتحوا الصندوق وبيرموا جثة جاي جوه حمام السباحة اللي بتكون ميته متعكرة جدا. وبنشوفهم هما الاتنين وهم في أوضة، ومايا بتسأل نيكول هي جثته هتطفو امتى، فبتقول لها بكرة أو بعده بالكتير، وأهم حاجة إنه مش هيقدر يأذينا تاني. وتاني يوم بتكون مايا في الحصة بتاعتها، وبتقف جنب الشباك وبتتابع العامل اللي بيحاول إنه ينظف حمام السباحة. وعلى غدا الولاد بيكونوا مبسوطين جدا، وده بسبب إن مايا غيرت الطباخ وخلت الطباخ الجديد يعمل للولاد الأكل اللي بيحبوه. وساعتها المدرسين بيسألوها انت خدتي إذن جاي قبل ما تغيري الطباخ؟ فبتقول لهم أيوة. ولما بيسألوها هو مختفي فين بقاله أسبوع، ما بتعرفش ترد عليهم وبتسيبهم وبتمشي. وتاني يوم الولاد بيوقعوا الكورة بتاعتهم في حمام السباحة، وساعتها نيكول بترمي مفاتيحها كمان جوه حمام السباحة. فواحد من الولاد بينزل علشان يجيب الكورة والمفاتيح، فبيلاقي الكورة وبيلاقي ولاعة أستاذ من الأساتذة، وما بيلاقيش حاجة تانية في حمام السباحة. فمايا بيبان عليها الاستغراب والتوتر لأن الولد ما شافش جثة جاي. وفي الوقت ده بتطلب نيكول من العامل إنه يجفف حمام السباحة علشان يلاقوا مفاتيحها، وبتقول للعامل إنهم قرروا يغيروا مية الحمام علشان الولاد يتمرنوا فيه على السباحة. وتاني يوم بتشوف مايا العامل وهو بينزل في حمام السباحة بعد ما جففه، فبتجري عليه، ولما بتلاقي حمام السباحة فاضي وجثة جاي مش موجود بتفقد الوعي. وبنشوفها بعدها وهي في أوضتها ونيكول معاها، وساعتها نيكول بتقول لها إن الدكتور قلقان بسبب حالة قلبها اللي بتتأخر يوم عن التاني. فبتتجاهل مايا كلامها وبتسألها جثة جاي راحت فين، فبتقول لها نيكول يمكن حد شافنا ونقل الجثة من مكانها. وهنا مايا بتتصدم لأنها بتشوف بدلة جوزها اللي كان لابسها لما قتلوه وهي متعلقة على الباب بعد ما اتغسلت واتكوت. وساعتها نيكول بتلاقي مع البدلة نيجاتيف فيلم كاميرا وميدالية فيها مفتاح أوضة في فندق، وبيكون مكتوب على الميدالية عنوان الفندق. فبتروح مايا على الفندق، وبتروح نيكول لمحل طباعة الصور وبتطلب منهم يطبعوا الصور فوري. وبعد كده بتروح هي ومايا للأوضة اللي لقوا مفاتيحها مع بدلة جاي، لكنهم ما بيلاقوش حد في الأوضة. ولما بيرجعوا لمحل التصوير بيكتشفوا إن الفيلم اللي اتحمض عليه صور ليهم وهم بينقلوا الصندوق اللي فيه جثة جاي لعربيتهم، وصور تانية لجاي وهو لابس نفس البدلة اللي كان لابسها يوم ما قتلوه. وفي نفس اليوم بالليل بتكون مايا متوترة جدا وبتقول لنيكول إن في حد شاف كل اللي عملوه. وساعتها نيكول بتقول لها إنهم هيعرفوا مين اللي صورهم لما يتصل بيهم علشان يبتزوهم. وبتقول لها إنها كانت مخبية عليها إن جاي كان بيختلس من الفلوس اللي الأهالي بيدفعوها لأولادهم في المدرسة، وإنه كان متفق معاها إنهم يقسموا الفلوس مع بعض، لكن بعد كده بقى يماطلها وقال لها إن الفلوس اتسرقت منه. وبتقول لها إنه بعد ما مات فتشت أوضتهم ولقت الفلوس، وبتديلها الفلوس وبتقول لها إنهم هيقسموها على بعض. ولما مايا بتقول لها إنها هتروح تبلغ الشرطة باللي عملوه، بتقول لها نيكول أنا قدام الشرطة ماليش مصلحة في قتله، بعكسك انتي اللي لو جوزك مات المدرسة هتكون ملكك لوحدك. وتاني يوم حد بيرمي جورنال من تحت باب أوضة مايا، فبتاخده وبتقرا خبر انتشال جثة غريق من نهر في منطقة بعيدة عنهم اسمها سانبيري. فبتركب عربيتها علشان تروح على هناك، ولما بتحاول نيكول تفهمها إن المكان ده بعيد جدا عنهم وإن مستحيل دي تكون جثة جاي، بتتجاهل مايا كلامها وبتروح على هناك. وبتوصل مايا الاسم وبتبلغ الضابط باختفاء جوزها، وبتقوله إنها شاكة إن الجثة اللي لقوها في النهر ممكن تكون جثته. فالضابط بياخدها على المشرحة وبيوري لها الجثة، وساعتها مايا بتتأكد إنها مش جثته وبتطلع تجري بره الاسم. لكن في الوقت ده بتكون المحققة تشيرلي موجودة في الاسم وبتسأل الضابط عن حكاية مايا. ولما بتروح مايا للمطعم بتقابل تشيرلي هناك، وساعتها تشيرلي بتطلب منها إنها توظفها علشان تكتشف سبب اختفاء جوزها. فبترفض مايا في الأول، لكن لما تشيرلي بتلح عليها بتوافق.
وبترجع مايا للمدرسة وبنشوف تشيرلي وهي ماشية وراها بعربيتها، وبتكتب تشيرلي رقم العربية اللي بتكون هي نفسها عربية جاي. ولما بيوصلوا للمدرسة بتقابل تشيرلي نيكول، وساعتها مايا بتعرفها بتشيرلي، وتشيرلي بتقدم لنيكول الكارت بتاعها وبتقول لها انها هتحقق في اختفاء جاي. فنيكول بتقول لها انهم مش محتاجين لخدماتها، فبتتجاهل تشيرلي كلامها وبتقول لمايا انها هتطلب تقرير بمكالماتهم في اخر اسبوع قبل اختفاء جاي. ولما بتطلع تشيرلي لأوضة مايا وجاي بتلاقي تقرير بمكالمات التليفون، وساعتها مايا بتقول لها ان التقرير ده بيوصل لهم بشكل شهري مع فاتورة التليفون. ولما تشيرلي بتراجع التقرير بتلاقي مكالمة بين جاي ونيكول في نفس يوم اختفائه، ووقتها مايا بتقول لها انها متعودة تكلم نيكول لما بترجع لشقتها في بيتسبرغ. فبتسألها تشيرلي هو جاي كان لابس ايه يوم اختفائه، فمايا بتقول لها بدلة زرقاء. فبتطلب تشيرلي منها انها تفتح دولابه، وهنا بتدخل نيكول وبتقول لمايا ان ده ميعاد حصتها. وساعتها تشيرلي بتشوف البدلة الزرقاء المتعلقة على الباب، فبتسأل مايا عليها، لكن مايا بتقول لها ان جوزها كان عنده بدلتين لونهم ازرق. فبتعرفها تشيرلي انها هتتكلم مع المدرسين وبتسيبهم وبتمشي. وساعتها نيكول بتسأل مايا ايه اللي خلاكي تجيبيها معاكي هنا، فبتقول لها انه عرضت عليها خدماتها وكان لازم تظهر قدامها انها مهتمة برجوع جوزها. فبتطلب منها نيكول انها ما تقابلش تشيرلي غير لما تكون هي معاها. وفي نفس الوقت بنشوف تشيرلي وهي بتتكلم مع الاتنين اللي بيصوروا فيديو عن المدرسة، وبتروح معاهم لأوضة المعدات وبتتفرج معاهم على الفيديو، وبتطلب منهم انهم يطبعوا لها صور من الفيديو. وفي نفس اليوم بالليل بتكون نيكول في اوضتها في المدرسة، فبتسمع مايا وهي بتصرخ، فبتجري على اوضتها، ووقتها بتشوفها وهي قاعدة على الارض في الحمام وباين عليها الخوف. وبتشاور لها مايا على الشباك اللي بيكون متعلق عليه ستارة الحمام اللي كانوا مغطيين بيها جثة جاي. فبتقول لها نيكول كده في حد عارف اللي احنا عملناه. وتاني يوم تشيرلي بتقول لهم ان رقم عربية جاي متسجل في سجلات المرور انه عمل حادثة يوم المطر، وده كان تاني يوم هو اختفى فيه. وبتقول لمايا انها قدرت تعرف من رقم بطاقته الائتمانية اللي خدته منها انه ملى بنزين من محطة بنزين في منطقة بيتسبرغ في نفس يوم اختفائه، وده معناه انه كان رايح عند نيكول. فنيكول بتقول لتشيرلي بيتسبرغ منطقة كبيرة وجاي كان ليه معارف كتير فيها ومش شرط انه كان رايح لي انا في اليوم ده. وبعدها نيكول بتقول لمايا انهم محتاجينها في مخزن المدرسة. ولما مايا بتسيبهم تشيرلي بتسأل نيكول اذا كانت مايا ممكن تكون قتلت جوزها، فبتقول لها نيكول ان مايا مستحيل تكون قاتلة. ولما تشيرلي بتقول لها ان مايا ممكن تكون قتلت جاي لانها عرفت انه على علاقة بيها، بتقول لها نيكول ان مايا كانت عارفة بعلاقتنا من سنين وما كانش عندها اي مانع، وعلاقتنا ببعض انا وهي ما تأثرتش بسبب العلاقة دي. وتاني يوم بتروح تشيرلي لشقة نيكول، وساعتها بتلاقي ازازة العصير وبتقدر تعرف من ريحتها ان كان فيها مخدر. ولما بتدخل للحمام بتلاقي في البانيو نفس الدبوس اللي كان جاي حاطه في اسورة القميص بتاعه في الصورة اللي خدتها من المصورين في المدرسة. وبالليل مايا بتتعصب على نيكول وبتقول لها انها زهقت منها وعايزاها تخرج من حياتها. فبتقول لها نيكول انا عارفة انك عايزة تتخلصي مني علشان تاخدي الفلوس كلها، لكني مش هسمح لك بكده. وبتسيبها وبتروح تركب عربيتها، لكن في طريقها لشقتها بتكتشف ان مايا حطت لها كل الفلوس في شنطتها، فبتلف بالعربية وبترجع تاني للمدرسة. وفي نفس الوقت بتكون تشيرلي في المدرسة، ولما بتلاقي باب المخزن مفتوح بتدخل للمخزن، فبتلاقي الصندوق اللي كانت جثة جاي فيه، وبتلاقي جوه الصندوق أنبوبة تنفس. وفي اللحظة دي حد بيهاجمها وبيضربها على راسها فبتفقد الوعي. وبننتقل لمايا اللي بتسمع صوت في مكتب جاي، ولما بتدخل المكتب بتلاقي رسالة على الكمبيوتر مكتوب فيها أنا جاي سامحتك ومستنيكي. فبتجري على أوضتها وبتدخل الحمام، وساعتها بتلاقي جاي بيقوم من البانيو فبتنهار وبيجيلها أزمة القلب. ووقتها جاي بيشيل العدسات البيضة اللي لابسها على عينه. وفي اللحظة دي بتوصل نيكول وبتجري على مايا، فبتفتح مايا عينيها، لكن نيكول بتقفل لها عينيها وبتقول لجاي إنها كانت بتحاول توصل له علشان تلغي الاتفاق اللي بينهم. فبيقول لها إنهم هيكملوا في خطتهم، ولما الكل يعرف إن مايا ماتت هو هيظهر، وساعتها هما الاتنين هيتمتعوا بثروتها. ولما جاي بيقرب من مايا بتفتح عينيها، وساعتها نيكول بتقول له سيبها في حالها. فبيقول لها انت اتفقتي معاها عليا ولا ايه؟ عشان كده انا هقتلكم انتوا الاتنين. وبيمسكهم هما الاتنين من رقبتهم وبيحاول يخنقهم. فنيكول بتحرر مايا وبتقول لها هربي، فبتجري مايا، وجاي بيضرب نيكول وبيجري ورا مايا اللي بتطلع من المبنى وبتجري جنب حمام السباحة. فجاي بيمسكها وبيحاول يخنقها، فبتضربه وبتحاول تهرب.
لكنه بيمسكها مرة تانية وبيحاول يغرقها. وفي اللحظة دي بتوصل نيكول وبتضربه على راسه بشوكة الزراعة، فراسه بتنزف وبيقع في حمام السباحة. ووقتها نيكول بتعمل تنفس صناعي المية. وفي اللحظة دي بيخرج جاي من حمام السباحة وبيشد نيكول للحمام وبيبتدي يغرقها. وقبل ما تغرق بلحظات بتستعيد مية وعيها وبتنزل لحمام السباحة وبتضغط على جسم جاي فبيغطس تحت المية. وهما الاتنين بيمنعوا جاي انه يطلع من تحت المية لحد ما بيموت. وبيطلعوا هما الاتنين من الحمام. وهنا بتظهر تشيرلي وبتضرب مايا بالقلم بعنف وبتقول لها القلم ده هينفعك في انك تثبتي انك قتلتي جاي دفاعا عن النفس. ولما نيكول بتعتذر لمايا على كل اللي عملته فيها بتقول لها مايا انا مش عايزة اشوفك تاني. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة.